وصلت للجزء الثالث وخلصت الجزئين الاولانيين وخلصت دنيتك وظبطت الدنيا، وهنخش على نهايه الداله الما لا نهايه. ورقه وقلم ويلا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا سيدي، هي بيقول لك 3 على س تربيع ناقص 5. اول خطوه بعملها ان انا بعوض تعويض مباشر، اشيل السين واكتب ما لا نهايه. يبقى 3 على ما لا نهايه تربيع، قلنا ان ما لا نهايه تربيع بما لا نهايه ناقص 5. 3 على ما لا نهايه بكام يا ريس؟ بصفر. صفر ناقص 5 بسالب 5. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني يلا نعوض تعويض مباشر. 2 في ما لا نهايه بما لا نهايه، 7 في ما لا نهايه بما لا نهايه، ما لا نهايه زائد 1 بما لا نهايه. استوب يا هندسه، مش انا قلت لك لما يطلع معاك ما لا نهايه على ما لا نهايه كنت بعمل ايه؟ هم قاعده من الثلاثه. بص، ببص على اكبر اس في البسط واكبر اس في المقام. اكبر اس في البسط بواحد واكبر اس في المقام بواحد. لو اكبر اس في البسط قد اكبر اس في المقام خد المعامل على المعامل. لو نسيت الكلام ده نقول ورايا تاني. لو طلعت ما لا نهايه على ما لا نهايه بص على اكبر اس في البسط واكبر اس في المقام. لو اكبر اس في البسط قد اكبر اس في المقام خد المعامل على المعامل، يعني 2 على 7. طب لو اكبر اس في البسط اكبر من اكبر اس في المقام يبقى ما لا نهايه. طب لو اكبر اس في البسط اصغر من اكبر اس في المقام يبقى صفر. تعال لما اعوض تعويض مباشر، بص 3 في ما لا نهايه اس 4 بما لا نهايه، ما لا نهايه زائد 1 بما لا نهايه. طب ما لا نهايه اس 4 بما لا نهايه، ما لا نهايه زائد 1 بما لا نهايه، يعني ما لا نهايه على ما لا نهايه. بص يا اكبر اس في البسط 4 اكبر اس في المقام 4 خد المعامل على المعامل، يعني 3 على 1 بكام؟ ب3. قلت لك اول ما تلاقي س اس رقم سالب نزل لي الرقم السالب تحت وخليه موجب. زائد 4 نزل لي الرقم السالب تحت وخليه موجب. 3 ما لا نهايه اس 5 بما لا نهايه، 3 على الما لا نهايه بصفر، 4 على الما لا نهايه بصفر، صفر زائد صفر زائد 5 ب5. تاني اول ما تلاقي س اس عدد سالب نزلها لي تحت في المقام وخليها موجب، يبقى 3 على س اس 3 زائد 4 على س اس 2 ناقص 2 على 7 على س اس 3 ناقص 1 على س اس 2 زائد 6. ابتدي اعوض بقى، ده كده بصفر وده كده بصفر ناقص 2 يعني سالب 2، ده كده بصفر وده كده بصفر على 6 سالب 2 على 6 بسالب 1 على 3. يلا يا ريس عوض تعويض مباشر يا هندسه. هيطلع ما لا نهايه على ما لا نهايه. طب يلا يا هندسه، اعلى اس في البسط 7، طب اعلى اس في المقام ب4، اعمل ايه يا هندسه؟ طالما اعلى اس في البسط اكبر من اعلى اس في المقام يبقى الناتج بما لا نهايه اللي هو ج. طب يلا يا سيدي، لما اعوض تعويض مباشر هتطلع ما لا نهايه على ما لا نهايه. اعلى اس في البسط كام؟ 2. طب اعلى اس في المقام هتقول لي بواحد تبقى مغفل، ده مضروب في ده. يبقى اعلى اس في المقام س في س بس تربيع، يبقى فوق س اس 2 وتحت س اس 2، يبقى معامل على معامل. المعامل بكام؟ 1 في 2 ب2. 1 في 2 ب2 يبقى 3 على 2. هندسه لما عوضت طلعت ما لا نهايه على ما لا نهايه. اعلى اس في البسط مش بواحد، هندسه بواحد اهو يا حبايبي، دي مش واحد، دي جذر السين يعني نص. وعلى اس في المقام بجذر السين يعني س اس نص، يبقى خد المعامل على المعامل. المعامل فوق بكام بقى؟ هتقول لي ب2. غلطان، المعامل فوق بجذر 2. طب المعامل تحت بجذر ال4، يعني جذر 2 على 2 اللي هي 1 على جذر 2. جذر 2 على 2 اللي هي 1 على جذر 2. عرفت ازاي؟ اضرب دي كده في جذر 2 فوق وتحت تطلع معاك بجذر 2. جذر 2 في جذر 2 ب2، يبقى دي زي دي. جذر 2 على 2 هي 1 على جذر 2. تعالى لما اعوض تعويض مباشر تطلع ما لا نهايه على ما لا نهايه. اعلى اس في البسط 2، طب اعلى اس في المقام يا هندسه هتقول لي 2. تبقى غلطان، هبقى قلب السين مضروبه هنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو ضربت ده في القوس كله س في 2 س تربيع ب2 س تكعيب، س في 3 س ب3 س، وفوق س تربيع زائد 5. اعلى اس في البسط اصغر من اعلى اس في المقام، الناتج بصفر اللي هي د. ايه ده؟ مفيش صفر؟ معلش هعدل لي اي اختيار بقى من الاختيارات ديت، خلوا لي صفر. اعلى اس في البسط اصغر من اعلى اس في المقام يبقى الناتج بصفر. يلا يا سيدي
هندسه انت قلت لي اول ما تلاقي حاجه زي كده س اس عدد سالب خليها 5 زائد 1 على س تربيع، نزلها في المقام على 3 على س تربيع زائد 1، نزلت دي في المقام اهو. ده كده بصفر، 5 زائد صفر ب5، ده كده بصفر، صفر زائد 1 ب1، 5 على 1 ب5 اللي هي ج. خد ده، شايف دي مش 1 على س، انا هخلي المسألة عندك كده جذر 8 زائد 9 س تربيع على س. 1 على س دي خليت الس في المقام. لما عوضت تعويض مباشر ما لا نهايه على ما لا نهايه، اعلى اس في البسط كام بقى يا ريس؟ هتقول لي س اس 2، غلطان. اعلى اس في البسط جذر س اس 2 يعني س اس 1، واعلى اس في المقام س اس 1، يبقى تاخد المعامل على المعامل. يعني 9 على 1 يا هندسه؟ لا، جذر التسعة على 1 اللي هي 3. عوض تعويض مباشر كده، مش السين بما لا نهايه، 1 على ما لا نهايه بصفر، 12 اس صفر ب1 على ما لا نهايه زائد 7 بما لا نهايه، 1 على ما لا نهايه بكام؟ بصفر. هنا هندسه اعلى اس في البسط لما عوضت تعويض مباشر طلعت ما لا نهايه على ما لا نهايه، اعلى اس في البسط 2، اعلى اس في المقام 2، خد المعامل على المعامل، يبقى 3 على 1 بس الكل اس كام؟ 4، تطلع ب 3 اس 4 اللي هي ب 81. ليه ده؟ اللي بعده وصلنا سؤال رقم 14 اولى هنا. تمام، الدنيا ماشيه زي الفل. بص يا سيدي كده، باشمهندس هنا الناتج طلع ب4 صح؟ يبقى هندسه مش اعلى اس في البسط هو اعلى اس في المقام، خد المعامل على المعامل، يعني الف ب4 اعمل مقص لان الالف 12، خلصت المساله. هندسه هنا الناتج طلع بكام؟ ب3، اعلى اس في البسط 2 واعلى اس في المقام 2، خد المعامل على المعامل، يعني الف على 2 ب3، يعني الالف ب6. سؤال رقم 16 طبعا دي معلش دي كده ب2، ظبطها عندك. اعلى اس في البسط قد اعلى اس في المقام، خد المعامل على المعامل، يعني م زائد 2 على 2 م بتساوي 2، اعمل مقص 2 في 2 م ب4 م، 4 م بتساوي م زائد 2، ودي بعكس الاشاره، يبقى 4 م ناقص م ب2، يعني 3 م ب2، يعني الميم ب2 على 3. لما جيت هنا اعوض تعويض مباشر 3 زائد ما لا نهايه بما لا نهايه ناقص 5 في ما لا نهايه بما لا نهايه، دي قيمه غير معينه، فبعمل ايه يا هندسه؟ باخد س اس اكبر اس عامل مشترك، 3 على س تربيع ب 3 على س تربيع، 2 س على س تربيع ب 2 على س، 5 س تربيع على س تربيع ب5. يلا يا باشا، ده بصفر وده بصفر، يبقى سالب 5. ما لا نهايه تربيع بما لا نهايه، ما لا نهايه في سالب 5 بسالب ما لا نهايه. يلا عوض تعويض مباشر، ما لا نهايتك ايه؟ بما لا نهايه، ده كده بما لا نهايه زائد 8 تطلع بما لا نهايه. يبقى انت اخدت عامل مشترك لما طلعت ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه. واحد يقول لي ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه بصفر، لا يا حبيب قلبي، دي قيمه او كميه غير معينه، اما دي كده ما لا نهايه زائد ما لا نهايه بما لا نهايه. تعالى بقى كده هندسه، اعلى اس في البسط اس كام؟ ده اللي هو جذر س اس 1 اللي هو س اس نص. طب اعلى اس في المقام كام؟ قول لي ده اللي هو س اس نص. خلاص يبقى خد معامل على معامل. شايف التمانية دي مالكش دعوه بيها، في واحد هنا مالكش دعوه بيه. طب خد المعامل على المعامل، جذر الاربعه ب2، طب جذر الواحد ب1، تطلع معايا بربع. بص هنا بيقول لك ب اصغر من صفر والف اصغر من ب، يعني ب ده عدد سالب والف عدد سالب، يعني لو ده سالب 1 يبقى ده مثلا سالب 2، هو السالب 1 اصغر من الصفر والسالب 2 اصغر من السالب 1، يبقى دي كده س اس الف. يعني مثلا مش انت عارف ان الف ده
اصغر من ب، وطالما اعلى اس في البسط اصغر من اعلى اس في المقام، الناتج بصفر من غير ما افكر. تاني، اعلى اس في البسط اصغر من اعلى اس في المقام، يبقى الناتج بصفر. ممكن نحلها بطريقه ثانيه اللي هي ايه؟ مش انت قلت لي ان الف ده مثلا هنفترضه س اس سالب 2 والبي ده س اس سالب 1. انا عايز اخلي السالب ده موجب، طلعيه فوق. عايز اخلي السالب ده موجب، نزله تحت. اعلى اس في البسط اصغر من اعلى اس في المقام، الناتج برضه بصفر. من الاول بقى، اعلى اس في البسط اصغر من اعلى اس في المقام، الناتج بكام؟ بصفر. اللي بعده الاسئله المقالي. شفت يابا الدنيا زي الفل اهي. الاسئله المقالي سريعا بقى. اعلى اس في البسط بواحد، اعلى اس في المقام باتنين، يبقى الناتج بصفر، لان اعلى اس في البسط اصغر من اعلى اس في المقام. اعلى اس في البسط بواحد، اعلى اس في المقام بواحد، خد المعامل على المعامل. اعلى اس في البسط س اس 2، اعلى اس في المقام س اس 2، خد المعامل على المعامل، سالب 3 على 2. اعلى اس في البسط 3، اعلى اس في المقام 3، خد المعامل على المعامل. اعلى اس في البسط 5، اعلى اس في المقام 5، خد المعامل على المعامل. اعلى اس في البسط 7، اعلى اس في المقام 4، طالما اعلى اس في البسط اكبر يبقى ما لا نهايه. اعلى اس في البسط 3، اعلى اس في المقام 3، خد المعامل على المعامل. 5 على 2 تكعيب، 2 تكعيب ب8. عوض تعويض مباشر، ما لا نهايه زائد ما لا نهايه زائد 1 بما لا نهايه، خلصت. هنا عوض تعويض مباشر نفس الكلام برضو. ما لا نهايه زائد 5 في ما لا نهايه بما لا نهايه، ما لا نهايه زائد 7 بما لا نهايه، جذر الما لا نهايه بما لا نهايه، ما لا نهايه زائد ما لا نهايه بما لا نهايه، خلصت. هنا لما عوض تطلع بما لا نهايه بس ما لا نهايه، خد س اس على اس عامل مشترك، تبقى 5 على س تربيع زائد 1 على س ناقص 1، صفر صفر، سالب 1 في ما لا نهايه بسالب ما لا نهايه. ان شاء الله كل ده حلنا زيه بعد كده. تعالوا بس نشوف دول والبين. بص، اعلى اس في البسط ما تقوليش س اس 1 يا باشا، مش ده مضروب في ده، يبقى س في س بس تربيع. طب اعلى اس في المقام برضه بس تربيع، خد المعامل على المعامل. مش لما اضرب ده في ده هو ده اللي هيديني س تربيع، يبقى هضرب برضه ال3 في 2 ب6. المعامل على المعامل 1 في 5 ب5. تاني، اعلى اس في البسط س اس 2، اعلى اس في المقام س اس 2، يبقى خد المعامل على المعامل 3. هنا 1 بس 1 تربيع ب1. اعلى اس في البسط 3. طب اعلى اس في المقام اللي حصل س اس 1 في س اس 2 بس اس 3، خد المعامل على المعامل 8 على 1 في 2 ب3، او 1 في 2 ب2 سوري. اللي بعده اعلى اس في البسط س اس 3 زي ما انت اعمله صامت. اعلى اس في المقام برضه س اس 3، يبقى خد المعامل على المعامل 1. 2 اس 3 بكام؟ ما هو ده المعامل بس اس 3 ب8. اعلى اس في البسط س اس 3 في، عشان ده ضرب، س اس 2 يعني س اس 5. طب اعلى اس في المقام مش دي س اس 2 الكل تربيع يعني س اس 4، س في س اس 4 بس اس 5، خد المعامل على المعامل. المعامل هنا بواحد تكعيب بواحد في سالب 2. طب المعامل هنا 3 في 1 تربيع بواحد، تطلع سالب 2 على 3. تعال، اعلى اس في البسط س اس 1، اعلى اس في المقام بجذر س تربيع اللي هي س اس 1، خد المعامل على المعامل، جذر 9 3. هرد عليك يا عم السنه بس اما نخلص، لا اله الا الله. خلينا زيها، جذر 3 ناقص 4 س تربيع على س، اعلى اس في البسط جذر س تربيع بس، وعلى اس في المقام بس س اس 1 يعني، خد المعامل على المعامل. دي هنخليها زائد سوري، دي هنخليها زائد يا شباب. جذر ال4 ب2 وهنا في 1، 2 على 1 بكام؟ 2.
اعلى اس في البسط ب2، اعلى اس في المقام هنخليها كده يا رجاله، صلى على سيدنا النبي. بص ركز معايا، اعلى اس في البسط ب2. طب اعلى اس في المقام جذر س اس 6 اللي هي س 6 على 2 ب3. اعلى اس في البسط اصغر من اعلى اس في المقام، الناتج بصفر. كل ده ماشي. بص يا سيدي، هنا لما اعوض تعويض مباشر دي هتطلع بما لا نهايه على ما لا نهايه. اقول له 7 زائد اعلى اس في البسط ب2، اعلى اس في المقام ب2، فخد المعامل على المعامل 2 على 1، يعني الناتج 7 زائد 2 على 1 ب9. هنا لما اقول له اعلى اس في البسط واعلى اس في المقام ده 1 وده 1، خد معامل على معامل يعني نص. اعلى اس في البسط ب2 واعلى اس في المقام ب2، خد المعامل على المعامل يعني 3 على 1، يعني 3 ونص اللي هي 7 على 2. طبعا دي 2 على 3 ناقص الكلام ده بما لا نهايه على ما لا نهايه، يعني 2 على 3 ناقص خد معامل على معامل يعني 3 على 2. 2 على 3 ناقص 3 على 2 شوفها بكام بقى، تطلع معاك ب6 على الاله، انت عاملها على الاله. 4 ناقص 9 يعني سالب 5 على 6. هنا لما اعوض تعويض مباشر تطلع بما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، يعني قيمه غير معينه، فهضطر اضرب في المرافق يبقى جذر. هجيب على جنب كده، جذر 4 س تربيع زائد 1 ناقص 2 س على 1. اضرب في المرافق فوق وتحت، جذر 4 س تربيع زائد 1 زائد 2 س، جذر 4 س تربيع زائد 1 زائد 2 س. اضرب العدد في المرافق بتاعه، ده في ده يطلع ب 4 س تربيع زائد 1 سالب في موجب بسالب 2 في 2 ب4 س في س بس تربيع على جذر 4 س تربيع زائد 1 زائد 2 س. مش ده يطير مع ده؟ يبقى 1 على، ما تيجي كده نقسم على السين تبقى المسألة عاملة كده، جذر 4 س تربيع على س تربيع زائد 1 على س تربيع زائد 2 س على السين. طبعا ده يطير مع ده يبقى 1 على ده يطير مع ده، وطبعا ده بصفر، جذر الأربعة ب2، 2 زائد 2 تطلع بربع. تطلع بكام يا شباب؟ بربع. ده ممكن يبقى حلو على الايباد ونبعته، وكذلك هذا، ونبعت الأسئلة دي بقى كمسائل موحدة كده، كل مسألة لوحدها على الأيباد. وبكده يكون انتهى الدرس الثالث، وكده أنت الآن مستعد لدخول الامتحان الشامل في التفاضل. انتظرنا في الجبر إن شاء الله، مش عارف مين فيهم هينزل أول، الجبر ولا التفاضل، أيا كان بين الجبر حساب المثلثات نزل. عايزين درجات تشرف بالله عليكم، بالله عليك لو وصلت لنهاية الفيديو ده عايز درجات تشرف، ابذل شوية مجهود، لم الرياضة اللي عليك. الرياضة مادة تستحق انك تلمها، محتاجة تستحق منك شوية مجهود. توكل على الله وربنا يعينك ويوفقك، وان شاء الله اتمناك دايما بخير ودايما متفوق احسن حال. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.